وهتبقى لقطة حلوة بقى اللي هو ازاي احنا نشوف تو ايجنت اصلا بيكملوا شغل بعض. يعني مثلا انا دلوقتي لو انت شغال بكلود كود هيبقى ليها السيت اب بتاعها وليها كل حاجه. شوف بقى انت لو عندك الاوركستريشن ورك فلو بتاعك ازاي تقدر تخلي كل الناس دي يشتغلوا بالطريقه اللي انت بتحبها. فاحنا شفنا شويه اهو لحد دلوقتي من غير الاكسكيوشن بالكوبايلوت. ننقل دلوقتي بقى على كلود كود عشان نشغل كام ديفلوبر كده بارلل وممكن نشوف الدنيا مع بعض. اهلا بيكم. لو انت شغال بالكوبايلوت ولسه ما تعرفش عن الشات مودز والساب ايجنتس والبرومبت فايلز وازاي اللي انت تقدر تستخدمهم مع بعض اللي انت تبني اوركستريشن ورك فلو، خليني اتكلم الاول عن الشات مودز دول وازاي انت تقدر تعمل شخصيات منفصله، كل واحد يبقى ليه كونتكست وبرومبت فايل وليه تاسك معينه بيقدر يعملها وينفذها. آه، فطبعا انت لو شغال على بروجكت كبير شويه انت بتلاقي فيه بزنس لوجيك انت محتاج الاي اي بتاعك يعرفه، وسيستم رولز كده او البيست براكتسز اللي انت مطبقها وكل الحاجات دي بحيث وهو شغال معاك ما يبداش ينسى حاجه او يعمل حاجه من دماغه، ونقلل شويه من موضوع اللي هو الهلوسينيشن والمشاكل اللي بتحصل معاه. فخلينا نتكلم كده الاول على ايه فكره الشات نوتس وازاي اللي احنا من خلال الجيت هاب كوبايلوت نقدر ندمجها مع البرومبت فايلز. والاثنين دول هم فيتشر في الجيت هاب كوبايلوت نفسه. مثلا مع كلود كود انت مش محتاج البرومبت فايلز لان انت بيبقى في بدلها الكومنتس، وبرضه مش محتاج اللي انت يبقى فيه مانوال انفوكيشن زي ما هنشوف كده مع بعض في الجيت هاب كوبايلوت للسب ايجنت. كان مثلا في كلود كود هو بيقدر المين اوركستريتور او الايجنت نفسه الاساسي بيقدر ان هو يستدعي من نفسه السب ايجنتس دول بناء على الكوماند اللي انت بتعرفه له كده. فاحنا مع بعض هنشوف بروجكت انا شغال عليه في ان اكس ورك سبيس وشغال الفرونت اند انجولار والباك اند هي يعني ممكن خلينا نقول هي نود جي اس. هو عشان برضو الناس تبقى فاهمه هو في اس كود اكستنشن، فاحنا معتمدين على الفي اس كود باكج او لايبراري اللي هي اوريدي موجوده عندنا في الفيجوال ستوديو. انا حابب ان انا اتكلم اكتر عن الورك فلو اللي انا بستخدمه هنا بحيث في اي بروجكت انت تبدا تستخدمه برضو بطريقه سهله. وخليني طبعا من الاول نقول احنا ليه ممكن او ليه نوجع دماغنا بالكلام ده كله. هو الفكره انت لو شغال على بروجكت كبير مع جيت هاب كوبايلوت او كلود كود او ايا كان، تلاقي نفسك كده كل ما تيجي تعمل مثلا تاسك في الفرونت اند انت كل شويه تقول له استخدم مثلا الباترن الفلاني ولازم في البرومبت بتاعك توضح هو يستخدم ايه ويمشي طريق يمشي ازاي، مثلا السوليد برنسبل لا انا في اللي هو التراي برنسبل، لا طب انا شغال بالكوماند اللي هو السي كيو ار اس. حاجات كتيرة كده انت موجودة عندك وهي سبيشال للبروجكت بتاعك، فانت ما ينفعش اللي هو تسيبه كده هو ينقي اي ديزاين باترن من دماغه، لانه بنسبة 99% هو هتلاقيه عامل اوفر انجينيرنج للسوليوشن وعامل حاجة كبيرة قوي في الاخر احنا مش هنبقى محتاجين ده كله، او العكس ممكن ما يبقاش عامل حاجة خالص. مثلا زي المثال اللي احنا شايفينه كده هو عايزين نعمل انجولار كومبوننت، فالعادي بقى ان مثلا البروجكت فيه 5 6 مينيمم كومبوننتس موجوده بالسيجنالز بكل حاجه بالكنترول فلو الجديد مثلا وكده. فانت بتقول له اعمل كومبوننت جديده، يعني لا انت محتاج بقى كل شويه تديله مثلا مثال اكزامبل في البرومبت. كل الكلام ده بقى كان زمان نقعد نقوله، وزمان ده اللي هو بالنسبه للاي اي مثلا زمان كده احنا تسع شهور او حاجه مثلا، بالنسبه لنا ده عمر كبير. فاحنا برضو عايزين نشوف مع بعض ايه هي الكونتكست انجينيرنج الاول، وايه الفرق ما بين الكونتكست انجينيرنج والبرومبت انجينيرنج او الطريقه القديمه اللي احنا كنا بنستخدمها. الاول كنا بنكتب برومبت، البرومبت ده لازم كنا نعرف فيه البيرسونا. لو انا بقى كنت بكتب برومبت مظبوط واقول له بالظبط الاكزامبل موجود عندي في الكود عشان يشوف الكود ديزاين او البراكتس اللي انا ماشي بيها، الديزاين باترن اللي انا ماشي بيها.
وبعد كده برضو تاسك مع التانية هيبدأ يكتشف حاجة، أو طبعا بنسبة كبيرة أنا مش هبقى قايل له كل الحاجات اللي موجودة. فهنلاقي في مشكلة كده، البرومبت انجينيرنج ما عادتش تنفع تحلها. بيجي دور الكونتكست انجينيرنج، وده بتبقى أعمق شوية، لأن هي بتبدأ تقسم المهام والتولز اللي ال LLM او الايجنت بيبدا يستخدمها، بحيث ما يحصلوش overwhelming. خلينا نقول بالكونتكست بقى والبيزنس لوجيك اللي موجود عندنا. الحاجات دي طبعا هي السيستم برومبتس، وهنشوف مثال ليها، والتاسك كونترينتس ان انت تحط له برضه باوندريز. مثلا انت المفروض هتاكت از سوليوشن اركتكت، فانا محتاج ان انت ما تعملش اي امبلمنتيشن، لا انت لازم تبص على الكود اللي موجود الاول وتفهمه ماشي ازاي، وتبدا تعمل امبلمنتيشن بلان مظبوطه للتاسك قبل ما نبدا اي امبلمنتيشن. وهكذا بقى، مثلا زي التول برضو اللي انا ابدا استخدمها، او الحاجات اللي انا موضحها له. والميموري تايب انا هبدا افتكر الحاجات اللي موجوده دي ازاي، او هي موجوده فين. وكل الكلام ده. الكلام ده طبعا بيبقى واضح جدا لو انت جيت تقارنه مثلا باللي انت بتعمل امبوردنج لديفلوبر جديد معاك في التيم. آه، طبعا ما ينفعش اللي انت تيجي تقول له كده ايه، تعالى انت خش في التيم وابدا اشتغل. على الأقل خالص لازم تبدأ تعرفه على التيم اللي موجود معاه، وتفهمه الورك فلو اللي انتوا شغالين بيه. مثلا معظم الناس بتبقى شغالة اجايل، وبتفولو البيست براكتس بتاعت اللي هو الكونتريبيوشن، مثلا زي الاوبن سورس اللي هو الجيت هاب اوركستريشن، كل الكلام ده. فانت الاول لازم تفهمه الورك فلو كل الدنيا دي، وبعد كده بقى بتبدأ تدخله في الكود نفسه، وتفهمه برضو الكود ماشي ازاي، وتعمل الحاجات دي كلها. طبعا احنا بندور على الحاجه اللي بنقلل بيها الاخطاء. مش معنى كده اللي انا مثلا بكلمك على السيستم اللي هو مفيش زيه يعني، او هيحل كل المشاكل. لا طبعا، بعد كل الكلام ده بيبقى فيه طبعا مشاكل، وبيبقى فيه حاجات كده لازم الهيومن ان ذا لوب بتبقى مهمه. وده ترم طبعا معروف جدا في الاي اي ديفلوبمنت، اللي انت لازم يبقى فيه زي سوبرفيجن للشخص نفسه، بحيث يشوف هل فعلا الكلام ده مظبوط. في حته فيها اوفر انجينيرنج، ودي بتبقى كتير قوي، لا فيبدا يقول له لا ما تعملش كده، ابدا يعني ظبط الدنيا بناء على الرولز، او الحاجه اللي هو هيبقى شايفها مناسبه في وقتها. نيجي بقى بعد كده عايزين نتكلم على الورك فلو اللي موجود. والورك فلو ده بالمناسبة، يعني لو الناس عجبها الاكزامبل اللي احنا هنشوفه كمان شوية، وحابة ان هي تشوف او تجرب حاجة زي كده، ممكن نبقى احطه في جيت هاب ريبوزيتوري، وابدا اشيره مع الناس. خلينا دلوقتي نخش في التفاصيل شوية. زي ما اتفقنا، الفرق ما بين، طبعا يعني أنا مش بتكلم قوي على فكرة الكونتكست انجينيرنج وبحاول أشرحها بتفاصيل. يعني احنا برضو هنشوف الطريقة اللي الايجنتس دول ماشية بيها وشغالة بيها، وهنفهم منها الكونتكست انجينيرنج عبارة عن ايه. وطبعا في حاجات كتيرة جدا، او يعني ريسورسز كتيرة على اليوتيوب وكده بتتكلم في الموضوع ده. انا هحاول برضو اوضح الفرق ما بين الاول انا كنت محتاج اعرف البرومبت، واقعد مثلا كتير جدا. انا اوقات يعني كنا بيبقى عندنا مثلا تو ايجنت فور سي، اللي هو شات جي بي تي مثلا وكلود. فانا بروح لشات جي بي تي، ابدا اعمل معاه البرومبت، خليه يكتب لي برومبت مظبوط وكبير كده بكل التفاصيل والديتيلز اللي انا عايز اعملها، بحيث لما يجي ينفذ الشغل يبقى كل حاجه مظبوطه. طبعا الكلام ده كان زمان. دلوقتي احنا بنشتغل بطريقه اللي هو الكونتكست انجينيرنج، اللي هي بقى ايه، حتى الطلب نفسه، او الريكوست اللي هو الانيشال برومبت بتاع اليوزر مش لازم يبقى ديتيلد قوي. هو الورك فلو اللي هيتم او اللي هيمشي، واليوزر طبعا هيبقى متابعه يعني فيز فيز او خطوه بخطوه. بيبدا يجراسب بقى كل الديتيلز اللي في البروجكت فعلا، اللي هو المفروض يبقى اوير بيه. ففي البروجكت او المثال اللي احنا هنشوفه مع بعض، احنا هنشوف ازاي التيم الكبير اللي عندنا ده، زي مثلا اللي هو الاوركستريتور، ده اللي هو المين شات اللي بيبدأ كل حاجة. يبدأ يشوف التاسك اللي انا عايزها، هل هي فيتشر، هل هي حاجة جديدة، هل هي مثلا يو اي يو اكس. يبدأ بقى يحدد الطلبات دي. فعندي مثلا اول حاجة الاوركستريتور بنسبة كبيرة قوي بيدخل اللي هو البروجكت مانجر. البروجكت مانجر هو اللي بيبدأ يحلل اليوزر ريكويستس، او اليوزر بيبقى محتاج ايه بالظبط، ويحولها لريكوايرمنت واضحه.
بعد كده بيبدأ ياخد ابروفال من اليوزر، اللي هو هل هي دي الديسكريبشن المظبوطة وهو ده المطلوب بالظبط. يبدأ يقدمها او يبدأ يشوف بقى النكست فيز. هل انا محتاج اعمل ريسيرش عشان مثلا عايز اعرف البروجكت لسه جديد مثلا، او اليوزر عايز يحط فيتشر جديده وكده، فبيبدأ يعمل ريسيرش. بعد كده بيخش لو في التاسك دي فيها ديزايننج او حاجه، يبدأ يشوف او يبدأ ينفوك اليو اي يو اكس ديزاينر عشان يشوف الفيجوال سبيسيفيكيشن والديزاين ديزاين سيستم اللي موجود، بحيث لما برضه يعمل كومبوننت تبقى معتمدة على الحاجة اللي موجودة عندي. بعد كده الاركيتكت بياخد البروجكت ديسكريبشن، او سوري التاسك ديسكريبشن، وياخد الريسيرش لو في ريسيرش، وياخد الديزاين سبيسيفيكيشن من اليو اكس ديزاينر. وبعد كده يبدأ يعمل الامبلمنتيشن بلان. الامبلمنتيشن بلان دي بقى بيبقى موضح فيها كل الباترنز اللي موجودة والديتيلز والكود اللي موجود بالظبط، بحيث الاكسكيوترز بقى او الديفلوبرز لما بيجي يشتغلوا يبقوا عارفين بالظبط هم هيعملوا ايه. وبرضه ده بيخلي كل ايجنت او كل تاسك فوكسد بالكونتكست بتاعها بكل حاجه، بحيث بعد كده الايجنت ما يحصلوش اوفرويلمنج ويبدا يهلوسينيت. لا ده انا محتاج اعمل امبلمنتيشن بلان، طب انا هقسمها ازاي، طب انا هشوف الكود اللي موجود ازاي، وكل الكلام ده. فاحنا بنحاول نقلله بحيث نمشي الايجنت بخطوات واضحه قدامه، ويبدا الموضوع يبقى سهل. بعد ما بعمل الامبلمنتيشن بلان، بيجي التيم ليدر ده المهمه بتاعته ان هو يشوف الايدج كيسز، لو في ايدج كيسز على الامبلمنتيشن بلان دي، ويبدا يحولها لاكشنبل تاسكس، لتاسكس كده، بحيث خلينا نقول مثلا أنا عايز اعمل فيتشر زي اليوزر اوثنتيكيشن. فلو انا جيت من غير اي اوركستريشن او اي حاجه، سالت الايجنت، هيبدا ممكن يعمل بلان مظبوط جدا، وبعد ما يعمل بلان هو نفس الايجنت يبدا يعمل لها اكسكيوشن. فما يجي يعمل اكسكيوشن ممكن يعمل تاسك او اتنين او تلاتة وينسى الباقي اصلا وما يعملوش. ففكرة اللي انا يبقى عندي اكشنبل تاسكس او تاسكس اللي هو يبقى ليها زي ريكورد موجود عندي، والايجنت بيبقى عارف هو خلص دي والتانية والتالتة، وفي حد تاني بيتابع الاكسكيوشن بتاع البلان كلها. كل الكلام ده بيقلل الاخطاء مش بيمنعها، عشان نبقى بس واضحين. بعد كده طبعا بيبقى عندي الاكسكيوترز بقى. الاكسكيوترز دول اللي هو بياخد كل تاسك يبدا يفهمها كويس، طبعا بناء على الامبلمنتيشن بلان وكل الديتيلز اللي انا عملتها قبل كده. مش بيبقى محتاج ان هو يبص على الكود تاني ويبدا يفهم الكلام ده، لا هو اوريدي اتعمل له، فبيبقى فوكسد اكتر على الكوريكت امبلمنتيشن. بعد كده طبعا لازم يبقى فيه بقى الجزء اللي هو خاص بالتستنج، سواء انا عندي يونت تيستنج، سواء اي تو اي تيستنج، ايا كان طريقه التستنج اللي موجوده بتبدا يعمل لها تيستنج مظبوط. وفي معظم الحالات برضو تيستنج يعني بالنسبه لي انا بوقفها لو انا شغال لسه في الاول، او بيبقى فيه طبعا لو احنا شغالين اجايل وكده ممكن كل كام يوم تلاقي الريكويرمنت بتتغير بناء على فيدباك معين، فبتبقى محتاج الايفورت بقى اللي انت تعدل كل الكلام ده. لو في تيستنج وفي امبلمنتيشن كمان بيبقى صعب شويه، فبيبقى اسهل لو انت في الاول لحد ما الفيتشر تبقى لحد ما المعالم بتاعتها واضحه نبدا نعمل التيستنج. وبرضو الورك فلو بتاعنا بيجي يسال زي ما هنشوف كده، يسال اليوزر او سوبرفايزر هل انا محتاج اعمل تيستنج ولا اخش على طول على الكود ريفيو. الكود ريفيو دي طبعا مهمه جدا، لان هو بقى بعد الامبلمنتيشن ده كله بيبدا يشوف هل فعلا التاسك اللي الباك اند عملها دي بتسيرف اليوزر ريكويرمنت الاساسيه ولا لا. طبعا كل الكلام ده بيبقى مهم، او الفاليو بتاعته بتبان اكتر لو البروجكت اللي انا شغال عليه كبير. طيب انا مش عايز يعني اوجع دماغكم بديتيلز كامله عن الشات مودز اللي احنا عاملينها، وازاي بنعمل الشات مودز برومبتس، وازاي نعمل البرومبتس والكلام ده كله. ده طبعا ده كله معروف الدوكيومنتيشن بتاعت الجيت هاب كوبايلوت. انا اصلا بقالي فتره طويله قوي مش بستخدمه. وعموما لما بنقل من اي اي ايجنت لتاني ببدا اشوف ايه الفيتشرز اللي هو بيقدمها، وابدا اشوف هو هيقدر ينفذ لي الورك فلو بتاعي ده، او اقدر اللي هو يتعامل مع الورك فلو ده ازاي. يعني مثلا كل الشات مودز والبرومبتس اللي هنا في الجيت هاب كوبايلوت انا عندي في البلوت بنسبه كبيره
شبههم برضو نفس الايجنتس، بس يعني كل الكلام ده معمول بكوماند واحد بس. بالمناسبة انا اصلا البروجكت ده هو اكستنشن كلود كود اكستنشن مع شوية ام سي بي سيرفر وفيتشر كده، بحيث يعني معظم الناس اللي بتشتغل مع كلود كود طبعا وانا منهم نشتغل مع التيرمينال، والاكستنشن اللي هم عاملينه بصراحة انا مش عاجبني قوي، وانا شايف ان في برضه كام ام سي بي وكام ورك فلو كده هيبقوا موجودين في الاكستنشن. بس خلي ده طبعا وقت تاني. احنا عايز نشوف النهارده او دلوقتي مثال عملي للورك فلو. فخلينا كده نبدأ نشوف البرومبت اللي انا كاتبه. انا طبعا بانفوك اول حاجة خالص ببقى هنا على الايجنت. الشات مود دول بالمناسبة بيبقوا موجودين هنا، دول كل الايجنتس اللي انا ضايفهم، دول الاساسيين اللي هم بتوع كوبايلوت. انا ببدأ هنا مع الايجنت العادي خالص اللي هو كوبايلوت نفسه، بقول له اوركستريت، ده الكوماند او البرومبت اللي بينفوك الورك فلو لو انا لسه ببدأ ورك فلو جديد، او لو انا اوريدي عندي مثلا تاسك انا ممكن اجي اقول له هنا تاسك انا عارف اللي هي لسه ما خلصتش، فباجي اقول له اوركستريت كده وابعت له الفولدر بتاع التاسك او اللي هو الاسم بتاعها يعني. هو بيبدأ بقى يقرا الديتيلز او الدوكيمنت اللي جواها، يشوف انا مثلا عندي الكونتكست والتاسك ديسكريبشن، فكده لسه ولا ليها امبلمنتيشن بلان ولا ليها تاسكس ولا ليها اي حاجه شبه الفولدرز الثانيه او بناء على الورك فلو بتاعنا. فهنا بقول له I want to start a new workflow that will build our landing page. It will be a new NX application and will be published to GitHub page. Will utilize Angular, Daisy UI, 3GS, and GSAP, where we show off our Cloud Code enhancements. The key value proposition is to present Cloud Code as an awesome tool and show Bata as an Egyptian styled power ups. بحب برضو التولز اللي انا بعملها يبقى ليها Egyptian style كده، بتبقى لذيذة. ما اوكي، طب خلينا نبدأ، وكل ده بس ديتيلز على الحاجة اللي هو المفروض يعملها. خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا انا هعدي حاجات كتيره في الفيديو، يعني مش هقعد اعمل ريفيو بقى للتاسك ديسكريبشن والامبلمنتيشن بلان، بس فعلا لو انا شغال بعمل الحاجات دي وببص فيها كويس جدا، يعني لان انا بصراحه يعني بتعب كتير من المشاكل اللي بتقابلني بعدين. وكان المفروض برضو اعمل بوش للكود والحاجات اللي موجوده دي، فخليني اعمل كده دلوقتي بسرعه عشان يبقى في فصل بس في الكومنت، عشان لو حبيت اريفيرت كل اللي حصل تاني. طيب هنا work flow orchestration new task initialized، هو عمل تاسك جديدة 38 والinitialize complete وعمل الكونتكست. الكونتكست ده بنسبة كبيرة بيبقى فيه اللي هو اليوزر بس، الحاجات اللي طالبها بشكل يعني ايه كويس شوية، بحيث اما نيجي نبدأ نبقى الدنيا كويسة يعني. اوكي، فهو بيبدأ بعد كده النكست ستيب، هو زي ما اتفقت معاكم هو بيحدد الاستراتيجي اللي هيبدأ يمشي بيها، وبعد كده هو بيريكومند النكست ستيب اللي احنا المفروض نعمله. زي ما هو بيقول كده بالظبط، احنا هناخد كوبي للكوماند ده، نيجي هنا. هو زي ما احنا اتفقنا اول ما بعت له الكوماند بتاع الفيز الاولانيه اللي هي البروجكت مانجر، هتلاقيه على طول دايركت راح غير الايجنت خلاه البرودكت مانجر. فبدأ كده هو يتعامل بقى ايه، او حتى لو عرفنا نشوف السينكينج، هو هيبدأ بعد كده زي ما بنقول كده بيرسونيت او ان بيرسونيت، او يعني اللي هو ينتحل شخصية البرودكت مانجر بالسيستم برومتس اللي احنا كاتبينها وكل حاجة، ويبدأ يكريت التاسك ديسكريبشن. هو ما شاء الله يعني كريتها، بس مش عارف ليه هو جيميناي 3 يعني، اظن دي انا مش عايز جيميناي 3 يا جماعة، عشان انا كنت شغال على اوبس 4.1، كان خد وقت شوية عن كده وكان فهم التاسك، مش عارف هو. تمام، احنا خلينا بقى ايه نبدأ شات جديد كده على الايجنت ونبعت بقى بحيث ان هو يستخدم كلود اوبس 4.5 مش جيميناي. هنا طبعا اول ما بعت له البرومبت هو حول على البرودكت مانجر عشان ده البرومبت المربوط بيه. وهنشوف برضو هنا انا عملت سيف للتاسك ديسكريبشن اللي كان مكريتها جيميناي 3 هنا، وهنشوف الكلود هيعملها. بالمناسبة هو بص مش عارف على الانجلر سي ال اي. اوكي
بص على ان اكس، يعني هو من قبل ما ابدا اي حاجه هو بدا اصلا يعمل شغل اكتر من اللي التاني ده من جيميناي 3. عامل جيميناي يعني كان مفكر ان هو عارف كل حاجه، مش عارف ليه ما بصش على اي حاجه من دي. وكانت اصلا التاسك ديسكريبشن بتاع 200. انا في المجمل بيبقى التاسك ديسكريبشن عشان تبقى ديتيلد انف، يعني مثلا تخش لها ممكن في 800 900 حاجه كده، كام لاين كده حلوين يعني. هو بيبان اصلا من الشغل يعني زي ما احنا شايفين كده، وبيبدا فعلا يبص ينفستيجيت الحاجات زي ما هو مكتوب له بالظبط في السيستم برومبت بتاعه يعني. تمام، هو كده خلص اول فيز وكريت التاسك ديسكريبشن. فخليني طبعا اقول ايه اللي انا خلاص انا اوكي انا ابروفد عشان هو يبروسس. طبعا انا ما قريتش حاجه، انا ابروفد كده بالحب يعني. انا ممكن زي ما اتفقنا ارجع كل التغييرات دي تاني. كده هيبدا يقول لي النكست ستيب التكنيكال، ويبدا يبعت لي الكومنت بتاعها. انا باخده كده وهنا بيست. بيبدا يحاول طبعا زي ما اتفقنا يحاول على الريسيرش اكسبرت، ويبدا يعمل ريسيرشنج على الريكويرمنت بتاعت التاسك. وهنا بدا طبعا زي ما شفنا كده بص على كام اونلاين ريسورسز، وبعد كده بص على الكود بتاعنا وهيبدا يعمل اللي هو الريسيرش ريبورت. والفيز اللي بعد كده اظن هتبقى اليو اي واليو اكس عشان يشوف الديزاين سيستم اللي احنا مستخدمينه والفيجوال. انا طبعا هبقى يعني امشي الكلام ده بسرعه. احنا عايزين نشوف الورك فلو بتاعنا والاند ريزلت هتبقى عامله ازاي. الديتيلز بقى الحاجات اللي هي بتبقى جوه دي برضو بالمناسبه مهم جدا 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 ان الهيومن ان ذا لوب تبقى الابروفال. يعني انا شايف ان الشخص دلوقتي اللي عنده اكسبيرينس كويسه وبيقدر ان هو يعرف الامبلمنتيشن. مثلا احنا خلينا نقول يعني حد اكسبيرينس 6 سنين فيما فوق بيبقى على درايه طبعا بديزاين باترنز، على درايه بالبروجكت اللي هو بيعمله، عارف هو بيعمل ايه بالظبط. فبيبدا يتابع كويس قوي التاسك سوري يعني الدوكيومنتيشن اللي الاي اي بيعملها والتاسكس اللي هو هيشتغل عليها، كل الكلام ده لان بيبقى فيه كده ديتيلز بسيطه ممكن تبوظ الدنيا يعني. طيب هو عموما دلوقتي الريسيرش فيزز خلصت، فخلينا نشوف الريسيرش ريبورت واظن هيبقى كبير. بس لمحة بسيطة كده، احنا زي ما اتفقنا مش هنبص على كل حاجة. اوكي انجلر 3 لايبراري انا عارفها اللايبراري دي، والجي ساب كونتكست باتل تيستد. اوكي ممكن انجلر 3 دي قابل مشكلة وهو بيعمل لها انستول، كانت شغالة بانجلر فيرجن قليلة او حاجة زي كده، بس هنشوف. طبعا انا لو شغال فعليا على الكلام ده وهستخدم الجي ساب وال 3 جي اس، ببدا اعمل لهم هم الكومبوننت بتاعتهم بحيث افصل يعني اعمل زي ابستراكشن كده لللايبراري على الامبلمنتيشن بتاعي، بحيث لو حبيت اسواب اللايبراري او حاجه يبقى الموضوع سهل، او حتى اللي انا الغيها خالص واعمل حاجه تانية يبقى الموضوع سهل يعني. بس طبعا زي ما احنا اتفقنا دلوقتي مش مهم خالص. اوكي زي ما اتفقنا كده النكست فيز بعد كده تبقى اللي هي اليو اي واليو اكس. خليني هنا اقول له فيز 3 اليو اي واليو اكس. ممكن زي ما اتفقنا حتى لو انا ما اعرفش اي كونتكست انا ابعت له اسم التاسك هي كام. مم. هيبدأ يسويتش اليو اي واليو اكس ديزاينر ويبدأ يكمل الشغل. بناء اللي انا ما اديتوش طبعا اي كونتكست، هو بيبدأ يبص على الدوكيومنتيشن اللي اوريدي معمولة وبيبدأ يفهم منها الدنيا كلها، الكونتكست الاولاني خالص وبعد كده التاسك ديسكريبشن، ويبدأ يخش على الريسيرش ريبورت ويبص على الديزاين سيستم. طبعا دي الحاجة اللي هو كيو اي يو اكس ديزاينر المفروض يبص عليها، ودي حاجة هي متكريتة قبل كده للديزاين سيستم بقى اللي انا مستخدمه هنا وكل الكلام ده. طبعا اي حد المفروض يعني شغال على حاجة لازم يبقى عنده الديزاين سيستم بتاعه. طب ما هو تاني بقى لو احنا هنقعد نعمل ديزاين سيستم ونتكلم في الموضوع ده، بس ممكن فيديو تاني. هيبدأ يكريت السبيسيفيكيشن او الفيجوال سبيسيفيكيشن، دي بقى اللي بياخدها الاركتكت ويجمع كل الدوتس مع بعض في امبلمنتيشن بلان عشان نبدأ نعمل لها اكسكيوت.
مش عارف الكلام ده، المفروض انا بحاول على قد ما اقدر اخليه كله في فيديو واحد، بس الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. ده كمان لو انا المفروض لو شغال فعليا بقى، يعني بقعد وقت طويل ان انا اعمل فاليديت للدوكيومنتيشن اللي هو بيعملها، وبتبدا حاجه مثلا انا عارف ان الانجلر 3 كفيرجن عشان قابلتني قبل كده في بروجكت مش هتشتغل مع الانجلر اللي موجود دلوقتي، فبنقعد نظبط شويه حاجات كده في ال يعني في الدوكيومنتيشن او في الامبلمنتيشن فيز قبل ما نخش اصلا في البلاننج فيز، سوري، قبل ما نخش للامبلمنتيشن فيز. انا دلوقتي طبعا عشان سبته فهو هيخش في الامبلمنتيشن، وربنا يستر بقى نشوف هتمشي ازاي. كده تمام، عمل لنا الفيجوال ديزاين سبيسيفيكيشن، برضه نبص عليها سريعا. اوقات برضو يعني لما يبقى الكونفرزيشن كبيرة شوية انا بحاول كده كده، يعني لما بانفوك برومبت اظن ان هو بيبدأ زي كونتكست ويندو جديدة، بس خلينا for sake of simplicity خلينا ناخد البرومبت ده كده ونكمل في نفس السيشن. نقول له احنا في فيز 4، خد شوية الكلام دول. طبعا مقارنة طبعا خلينا نقول بقى باللي هو البرومبت انجينيرنج واي اوف دوينج ثينجز، اللي انا ازاي اصلا هبدأ اكتب له كل الكلام ده، وازاي هو هيبدأ يكراز مثلا لو هو عايز يعمل ويب سيرش على حاجة معينة، يشوف ان هو هيستخدم انجولار ازاي مع جي ساب، مع الكود اللي موجود عندي، مع مش عارف ايه مع ايه مع ايه. طبعا كل الكلام ده بيتوه يعني. عشان كده الطريقة الأمثل والصح اللي أنا أبدأ عارف الورك فلو بتاعي، ومش طبعا حاجة مهمة جدا، مش مفيش ورك فلو واحد هو الصح. أنا ممكن أبقى أنا عارف الكود بتاعي ماشي إزاي، وأبقى أنا أصلا شغال مثلا أو يعني أنا عندي مقولة وأنا مؤمن بيها مليون في المية: ال AI على قد الاكسبيرينس اللي انت بتقدمها له، او على قد الاكسبيرينس بتاعت الشخص اللي بيتكلم مع الاي اي هو هيرد عليك بنفس الاكسبيرينس. لو انا اركتكت بتكلم مع الاي اي ده هيبقى اركتكت زيي، وطبعا هقدر ان انا اخليه يقوم بمهام الناس اللي هم كهيراركي يعني تحت الاركتكت. طبعا ده مش يعني مش لازم بقى انا دلوقتي اعملها بايديا، يعني انا كنت بعمل كده بايديا من زمان، دلوقتي مش بعمل، بس دلوقتي انا عارف طبعا ان لازم حتى الهيومن ديفلوبر. يعني انت لو جبت واحد ديفلوبر شغال على الكود، طبيعي جدا ان هو يبقى فيه تكنيكال ديبت، وطبيعي ان هو يعمل حاجه غلط، وطبيعي ان هو ينسى حاجه، وكل الكلام ده موجود في الاي اي وموجود في الديفلوبرز. فهو الاي اي مش اللي هو يعني ايه الفايب كودنج، انا هقعد كده حاطط ايدي وهو يغلط زي ما احنا بنعمل دلوقتي. ده طبعا غلط جدا، وبيقدم حاجات وبيأدي لحاجات كارثيه. لا، انا لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه، وفاهم الاي اي ده بيعمل ايه. يا اما بقى لو انا فعلا مش فاهم والاكسبيرينس بتاعتي قليله، لا انا ابدا اتعلم معاه، انا وهو كده نشتغل مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، نبدا نقول له لا طب انت ده علمني، طب انت دي عملتها لي كده. ما يعني حتى كلود كود انا اظن فيها مود كده اللي هو اسمه education او حاجه زي كده، بيبدا يدعم حاجه زي كده، تبقى كويسه جدا يعني. طيب هو دلوقتي خلص طبعا الامبلمنتيشن بلان، دي هتبقى اكبر فايل ممكن موجود. برضو احنا اتفقنا احنا مش بنبص في اي بلان، احنا فايب كودرز دلوقتي، احنا هنخلص البروجكت كله. احنا لو شغالين بكلود كود كنا قومنا الكلام ده كله ان بارل كده، كل السكشنز اللي موجوده في اللاندنج بيج يعملها لنا بسرعه. بس يعني خليني ايه، بص، لان انا من اللي انا شفته يعني ان في ناس كتيره جدا استك عشان اللي هو الكوربوريشنز يعني، او المؤسسات بتاعتهم ما بتستخدمش اي حاجه غير كوبايلوت او باين كيرسر او حاجه، بس يعني اللي انا اعرفهم شغالين بكوبايلوت، فقلت اما نشوف الكلام ده مع كوبايلوت هيبقى ماشي ازاي. وزي ما اتفقنا كله في الاخر واحد، هو انت بتفهم انت عايز ايه، وبتفهم يعني ايه كونتكست انجينيرنج، وندور شويه في الموضوع ده، ونفهم ازاي احنا نتعامل مع الاي اي او الايجنت او الكودينج ايجنتس بالاخص، هنبدا ناخد منهم شغل كويس جدا. طيب انا مش هبص زي ما اتفقنا، خلينا نكمل بعد كده التيم ليدر. اوكي، بيز تيم ليدر مود 1. انا هحاول طبعا على التيم ليدر، هيبدا ياخد الامبلمنتيشن بلان دي كلها، يقسمها لاكشنبل تاسكس.
بيبدأ هنا يقرا طبعا الامبلمنتيشن بلان، دي اهم حاجة لان هي بتبقى مجمعة كل الريبورتس اللي حصلت قبلها، سواء التاسك ديسكريبشن واللي هو الفيجوال ديزاين سبيسيفيكيشن والريسيرش ريبورت، كل ده بيبقى متجمع اوريدي عن طريق الاركتكت في الامبلمنتيشن بلان. فبيبقى التاسك سهلة شوية على التيم ليدر ان هو ياخد الامبلمنتيشن يحولها لتاسكس. وبنبدأ بعد كده بقى نخش في حتة اللي هي الاكسكيوتنج، اللي انا بشوف التاسك دي هل هي انا عندي هنا برضو تو ديفلوبر، واحد باك اند واحد فرونت اند. فبيبدأ يشوف التيم ليدر دي تاسك للفرونت اند بيبدأ يعملها، دي تاسك للباك اند بيبدأ يعملها، كل واحد متقسم بفيزز. وفي فيز بعد كده برضو للتيم ليدر. برضو لو انتوا خدتوا بالكم كده، لو احنا عملنا فيز تيم ليدر هتلاقي في مود 2 ومود 3. مود 2 ده اللي هو بعد كل تاسك بانفوك التيم ليدر بحيث يعمل ريفيو على التاسك اللي خلصت دي. في مود 3 بقى بيعمل ريفيو على كل التاسك، وبعد كده بيبقى فيه الكود ريفيور بيعمل ريفيو برضه. فهو يعني عايز اقول لكم ان اي ورك فلو تعملوه او تستخدموه لازم يبقى الريفيونج بتاعه مهم جدا. مهم جدا في الريفيو برضه ان هو ما يبقاش زي الشير ليدر كده، اللي هو واحد عمال ايه الفريق بتاعه خسران ومبهدل الدنيا وهو عمال يشجعه برضه، يا عم الدنيا معكوكه انت بتعمل ايه؟ لا هو مفيش، هو بيشجعه كده. هو الاي ايز عموما لما بتيجي تعمل ريفيو بيبقى عندهم نفس البرسوناليتي دي، اللي هو اوكي يعني اوكي جاي، مش هيقول لا. طب ايه الايدج كيسز بتاع المشكله؟ طيب المفروض الجزء ده مش شبه الكود اللي موجود هنا. الحاجات دي كلها بتبقى مهم جدا ان الكود ريفيور يبقى فيه فيه الحته دي. بس طبعا كل الكلام ده احنا مش هنقدر نشوفه مع بعض دلوقتي عشان بس الوقت. انا هحاول ان احنا نشوف الاكسكيوشن هيوصل بينا لحد فين. يعني احنا طبعا زي ما اتفقنا احنا اوريدي يعني فور جرانتد كده عارفين ان مش هيبقى الاوتبوت 100% مظبوط سواء ككودنج كواليتي. بس انا عايز اوريكم بناء على الورك فلو اللي احنا بنستخدمه ده هيفرق قد ايه في الاوتبوت اللي الايجنت هيعمله عن لما يكون شغال دايركت كده منه لنفسه، يعني من غير ورك فلو ولا اوركستريشن ولا الكلام ده. طيب هو دلوقتي عمل التاسكس، هنبدأ نشوفها. يعني كام تاسك كده؟ احنا معانا 14 تاسك. بكلود كود طبعا حته الباراليل اكسكيوشن دي بالذات في حته الاكسكيوشن او التاسكس يعني بيبقى الموضوع كويس جدا. احنا ممكن ننقل لكلود كود دلوقتي ولا خلينا ممكن ناخد الموضوع ده لحته ابعد ونكمل الفيزز اللي جايه بكلود كود. فهتبقى لقطه حلوه بقى اللي هو ازاي احنا نشوف تو ايجنت اصلا بيكملوا شغل بعض. يعني مثلا انا دلوقتي لو انت شغال بكلود كود هيبقى ليها السيت اب بتاعها وليها كل حاجه. شوف بقى انت لو عندك الاوركستريشن ورك فلو بتاعك ازاي تقدر تخلي كل الناس دي يشتغلوا بالطريقه اللي انت بتحبها. فاحنا شفنا شويه اهو لحد دلوقتي من غير الاكسكيوشن بالكوبايلوت. ننقل دلوقتي بقى على كلود كود عشان نشغل كام ديفلوبر كده بارلل، وممكن نشوف الدنيا مع بعض. وربنا يستر على الفيديو بقى، الناس هتزهق مني. طب احنا لو كملنا دلوقتي بالكوبايلوت زي ما اتفقنا، هاخد كوبي للكوماند ده وابعته هنا، فهيبدأ ينفوك الفرونت اند ديفلوبر ويكسكيوت الفيز. وهو زي ما بيقول كده بعد التاسك اول تاسك ما تخلص هينفوك التيم ليدر بقى المود اللي هو التاني عشان يريفيو التاسك وكل الكلام ده. فطبعا يعني لو انت شغال بكو بايلوت هتقدر تعمل الكلام ده والدنيا ان شاء الله تشتغل مظبوط ومية مية. احنا هنحاول زي ما اتفقنا نحول كلود كود بحيث برضو الناس اللي ليها اكسس للاثنين تشوف تقدر ازاي لان انا اوقات وانا شغال بكلود كود مثلا بعدي ال5 ساعات، فبيبدأ يقف كام ساعة كده لحد ما يرجع تاني. فعشان احول لحاجة تانية يا اما هقف. فاوقات برجع لفيس كود كده يكمل شوية شغل لحد ما كلود كود يرجع تاني ويكمل على الشغل. وبيبقى ايه نفس الكلام كده، هما بيقروا من نفس السورس اوف تروث واحد، الورك فلو واحد، فبيبقى سهل جدا ان هو يكمل الشغل عادي. خلينا احنا ده كده، شكرا، خلينا نقفله. تمام. انا بس بسكيب البرميشن دلوقتي عشان الوقت يعني.
بس عموما برضو انا الكوماند ده او الارجمنت ده مش ببعته على طول عشان اشوف هو بينفذ ايه وبيعمل ايه. تمام. هنا برضو هلاقي نفس الكوماند اللي هو الاوركستريت، زي ما اتفقنا هناك فيزز بقى كتير وكده. احنا هنا هو كلود كود بيبقى عارف الدنيا كلها وبيقدر يهندل الموضوع اوتوماتيك، فمجرد انا بقول له اوركستريت وببعت له التاسك 38. هو بيبدأ بقى يكمل هو الورك فلو مع نفسه، بيعرف اللي احنا دلوقتي المفروض ننفوك الفرونت ديفلوبر عشان يعمل اول تاسك وكل الكلام ده. انا ما قلتلوش يا انفوك الديفلوبرز ان باراليل، بس ممكن اقول له كده فهيقف يسألني بقى ولا لا. كانت مشكلة قابلتني قبل كده لما بانفوك الايجنت باراليل في كلود كود، ان هو ما بيعمل انفوك لتو ايجنت ان باراليل، فالايجنت بيحاول يفاليديت التشنجز اللي هو عملها، فبيلاقي تشنجز هو ما لمسهاش فبيعمل لها ديسكارد. فبس مجرد ان هو الاوركستريتور يعني او المين شات بينفوك الايجنتس ويقول لهم اللي انت شغال ان باراليل فمعاك حد تاني، يبدأ يعرف ان يريفيو التشنجز بتاعته والتشنجز التانية ما يعملهاش ديسكارد. هو اوريدي يعني عمل انفوك لاول تاسك زي ما احنا شايفين كده، عمل هنا انفوك للفرونت اند ديفلوبر. وبرضه من المزايا بتاعه السب ايجنتس والكلام ده، احنا دلوقتي لما بينفوك السب ايجنت بيبقى ليه الكونتكست ويندو بتاعته المنفصله عن المين ايجنت، وبيبدا يخلص وبعد كده بيعمل زي هاند اوف كده، بيكتب ريبورت بالحاجات اللي هو خلصها ويبعتها يبعتها للمين ايجنت. واللي انا لقيته برضو في السي ال اي وفي حتى في الاكستنشن بتاع كلود كود ان هم مش بيبينوا الحاجات دي، في حين ان هي كريسورسز مهمه جدا وكويسه جدا. فالاكستنشن اللي انا بعمله ده بيبدا بيوضح كل ايجنت اكسكيوشن عمل ايه بالظبط، بدل ما هو هنا كده جايبها بالمنظر ده. احنا عاملينها بيو اي حلو كده بالانجولار. الموضوع ان شاء الله يعني اما اخلص بقى البروجكت هبقى اعمل عنه فيديو برضه. زي ما احنا شايفين يعني هو ما كانش فيه اي مشكله دلوقتي، يعني انا وقفت الكوبايلوت شغال بالكلود كود، ما فيش اي مشكله. يعني لو عايزين اشغل برضو الانتي جرافيتي معانا ونبقى بقى الفيديو ده يوسع مننا اكتر من كده، ممكن نعمل كده برضه. ممكن برضو اخليه يسكيب الفاليديشن بتاعت التيم ليدر بحيث نسرع الوقت شويه. فكده اظن اول تاسك الفرونت ديفلوبر خلصها وبيعمل الكوميت بتاعها. طبعا ميزة كويسة جدا في كلود كود اللي هو ما بتبعت مسج وهو شغال اوريدي، مش بيعمل ستوب للتاسك اللي هو بيعملها، هو بينفوك كده المسج في الكونتكست بتاعه. كده خلص اول تاسك وبيبدأ ينفوك البرومت اللي انا بعته بحيث ان التاسكس اللي جاية بعد كده يعملها ان بارلل ويسكيب اللي هو الجزء بتاع التيم ريد. هو بيبدأ يشوف الديبندنسي طبعا بناء على الانفوكيشن اللي هو يعمله عشان يمشيه بارلل. بيبدأ يشوف انهي تاسك بتعتمد على، يعني ايه التاسك اللي بتعتمد على ايه عشان لما يشغلهم مع بعض مفيش واحد يقف عن التاني يعني. طيب احنا عشان نسيف سام تايم الفيديو ما يبقاش طويل، انا هوقف وهرجع بعد ما يكون خلص التاسكس نشوف النتيجة النهائية هتبقى عاملة ازاي. زي ما اتفقنا انا سبت كلود لحد ما اخلص الديفلوبمنت بتاعت التاسكس كلها. زي ما احنا شايفين هنا كده كان في كام حاجه بس انا كنت قلت له عليها، حاجه بسيطه كده اللي هو ما كانش غير اليو ار ال. اظن هيبقى في مشاكل تانية هتظهر طبعا لما بنعمل ران. انا اوريدي اصلا عملت ران وشفت مشكله فقلت بدل طبعا ما احل المشاكل واجي اقول لكم ده الدنيا كانت مظبوطه ووردي ضد اصلا الكلام اللي انا بقوله. فخلينا نشوف المشكله اللي حصلت دي اللي انا خدتها هنا، خدتها سكرين شوت. تمام. سكرين شوت هنا كده وتعالى نقول له ايه نحل المشكله دي قبل ما يعمل ريفيو او اي حاجه. ممكن بقى برضو يعني لو انا عايز ال 3 جي اس تبقى حاجه جامده شويه وليها علاقه بالايجيبشنز والكلام ده، فممكن نشوف 3 جي اس موديل مثلا. تمام. انا نزلت موديل كده 3 جي اس وهشوف لو هيعرف يستخدمه في الباك جراوند مع الحاجات اللي موجوده بحيث يبقى الشكل برضو ايه، يبقى طلعنا بحاجه من السيشن الطويله دي وفي الاخر خدنا
انا عارف ان هو عموما برضو حاجة لازم اعترف بيها، ان الفرونت اند عشان يبقى كويس لازم يحتاج شغل زيادة عن كده. انا في بروجكت تاني حاول انا اوريه لكم سريعا كده برضو، عامله بنفس البيتش ستاك ده، بس طبعا خد وقت طويل وباك اند فورث ترايلز وكلام من ده عشان يطلع بالجودة اللي انا عايزها. از بيز طبعا بالكودنج كواليتي والحاجات اللي احنا شايفينها دي لازم، يعني من غير الورك فلو اللي احنا استخدمناه ما كانش هيطلع طبعا بالكواليتي بالنسبه للكودنج ستاندر والكلام ده كله. فخلينا كده نشوف هيعرف يستخدم ال 3 جي اس موديل ولا لا. تمام. بعد بصراحه يعني عشان ابقى اونست وفير، بعد كذا ترايل باك اند فورث كده مع شويه تعديلات، يعني انا لسه برضو محتاج اعمل تغييرات كتيره جدا، بس يعني سو فار اللي خلصناه دلوقتي انا اهم حاجه انا ببقى باصص ليها طبعا الكود كواليتي، وازاي يبقى هو مستخدم الليتست، خلينا نقول الفريم ورك الليتست بيست براكتس. يعني انا بنتكلم على الانجولار تلاقيه هنا مستخدم كل الفلو كنترول الجديده، اللايف سايكل هوكس الجديده، الحاجات دي كلها بناء على طبعا الرولز والحاجات اللي احنا حطيناها. وبعد كده بيبقى في حاجات بسيطه اللي هي التاتشز البسيطه بتاعه الديزايننج او بتاعه اليو اي، دي طبعا مش هتيجي بسهوله. انا حتى لما باجي اعملها في اي بروجكت تاني ببدا اللي انا اقدم له صور كتير او سكرين شوتس الحاجات انا عايزها عشان يفهم انا محتاج ايه. بس طبعا يعني اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي عشان نبقى احنا كده شفنا الورك فلو الكامل. ده الشكل النهائي طبعا، اللي ورا ده 3 جي اس موديل. انا عملت له داونلود وقلت له يستخدمه، طبعا مش قد كده بس يعني ايه قايم بالواجب لحد دلوقتي. الجزء ده طبعا هو الشات الى حد ما احسن برضو من كده، بس دي طبعا هحلها بعدين. هنا برضو مفيش اي ديتيلز خالص واضحة، فدي هظبطها. بس يعني ايه سو فار سو جود، الحاجات دي لسه كبداية كده. قدام بقى هبدأ انا امسك سيكشن نظبطه مع بعض.